الكتاب المقدس، وبالاخص يعني العهد الجديد من بعد ما علمنا يسوع المسيح من خلال كلامه وصلنا التعليم نفسه هو تعليم الرسل اللي وصلنا اياه من خلال يسوع المسيح. موضوع اليوم هو انا راح احكي عن حقوق الانسان في ضوء قيم المسيح. هذا كمان موضوع معاصر من القضايا المعاصرة اللي نحن المفروض يكون عندنا إدراك فيه. نحن جايين من خلفية ما بنعرف قد ايه، يعني كل واحد منكم قد ايه عنده اطلاع على هذا الموضوع من ضمن خلفيته. أنا واحد من الأشخاص اللي هي دراستي أصلا قبل ما أدرس لهون أنا درست حقوق. عندي اطلاع كامل تقريبا عن هذا الموضوع، حبيت أكون عم شارككم فيه. هو حقوق الإنسان موضوع معاصر قديم جديد فينا نقوله، بس حكى عنه الكتاب المقدس بطريقة مختلفة، ورح نكون عم نحكي من منظور كتاب. أول شيء خلينا نعرف شو هو حقوق الإنسان. حسب المرجع اللي أنا رجعت له، تعرف حقوق الإنسان بأنه هي المعايير الأساسية. المعايير الأساسية شيء ما في يكون شيء من دون ما يكون فيه ظرف شيء. شيء ما فينه يكون شيء من دون ما يكونوا فيه سكر. هاي المعايير اللي حتى يكون فيه شيء. ما فيك تقول انه في شيء بس هو مي وملح، مي وسكر. ما فيك تقول انه في شيء من دون ما يكون فيه سكر. المعايير الاساسيه ليكون في شيء، في عندك ظرف شيء وعندك سكر. ومن المعايير الاساسيه لتقول انه انت انسان وعم تحيا حسب انه الله خلقك على صورته، انه عندك معايير انه عندك هالكرامه الانسانيه اللي ما فيك تقول انه انت انسان، انت واحد من هالبشر من دونه. هي الحريه والعداله والمساواه، سلامتك الشخصيه، حقوق المدنيه الاقتصاديه والاجتماعيه. سمعانين فيهم، سمعانين فيه، منه شيء غريب. وكل ما بتعرفوا انه كل ما صارت المساحه اكبر لانه انا اكون حر ضمن الحدود، لأنا أكون عندي مساواة مع الآخر ضمن الحدود، لأنا أكون عندي عدالة مع الآخر على نفس المستوى، كل ما يكون في عندي أنا كشخص مساحة أكبر لحتى نمي مجتمعي، لحتى يكون أنا سبب بركة لهالمجتمع ويتطور المجتمع. يعني كل ما زدنا منسوب إنه حقوق الإنسان تصير فوق، كل ما صار المجتمع لقدام أكثر. وهذا الشيء بنشوفه بالدول الأوروبية ممكن. فالمسيح بوقتها قام بثورة متقدمة في مجتمع مبني على القوة والتميز الطبقي. بنشوف اليهود، تقروا الكتاب المقدس بتشوفوا انه اليهود اخذوا طبقة مقارنة مع مين؟ مع العشارين والسامريين والزنات والخطاة. ما كانوا يتخالطوا مع بعض. يسوع اجا وقعد مع الطبقة الثانية وسواهم مع بعض. قعد مع هدول وقعد مع هدول. ما عمل مثل معلمين الفريسيين وهيك، مثل الكتبه، مثل الطبقه الدينيه بالمجتمع اليهودي. المسيح عمل ثوره، وبنفس الوقت المسيح عمل ثوره بظل الامبراطوريه الرومانيه واللي كانت عم تحكم اليهود وقتها. عمل ثوره. قيم الامبراطوريه الرومانيه انه الامبراطور فوق والشعب تحت، بيخدم الشعب الامبراطور، الشعب بيخدم الامبراطور، مثل ما انه موجود هلا بمجتمعات بدول. المسيح قال بمتى 20:26: من أراد أن يكون فيكم عظيما إمبراطورا فليكن لكم خادما. الإمبراطور بيخدم الشعب. يعني المسيح عمل ثورة بالمجتمع اليهودي وعمل ثورة بالمجتمع الإمبراطوري الروماني. والمسيح شو عمل؟ حمى الضعفاء، جلس مع البرص، شفاهم، صلى معهم، علمهم، وقف معهم، عايش معهم. فهي الثورة اللي عمل المسيح. ومن هون ننطلق انه المسيح اهتم بكل واحد كونه هو مخلوق على صورة الله. اهتم بكل واحد كونه هو انسان بحد ذاته. اهتم بكل واحد كونه انه هو دمه ليسوع كرماله. ما فرق مثل ما كان المجتمعات وقتها عم تعمل. فاذا بنقرا الكتاب المقدس وبالذات العهد الجديد بنشوف انه يسوع اهتم بالانسان وبحقوقه، بالانسان وبحقوقه بغض النظر عن خلفيته.
اهتم بالإنسان لأنه هو إنسان. ومنلاحظ ليش هيك؟ لأنه هو الخالق المحب. هو الخالق المحب. ما فيني يكون أب وما بهتم بابني، ما فيني يكون أم وما بهتم ببنتي. فهو كان عملنا بالغ، وهو بهالطريقة المستمرة هو حابب يكون بعلاقة مستمرة مع الإنسان الضعيف اللي كثير من المرات مش عارفان واجباته ولا التزاماته ولا مسؤولياته، لا اتجاه الله بشكل عمودي ولا اتجاه الآخر بشكل أفقي، عمودي مع الله وأفقي مع الآخر. والآية اللي رح نكون عم نركز عليها هلا هي من رسالة غلاطيا 3:28. بيقول بولس: ليس يهوديا ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. بولس عم يكتب لكنيسة، كنيسة غلاطيا، فيها مؤمنين من خلفية يهودية، فيها مؤمنين من خلفية أممية، فيها وثنيين، فيها يعني كثير أشخاص بيحملوا فكرهم خلفيتهم وجايين للمسيح، وكل واحد هيك جاي بفوضى تبعه. فبولس عم يحكي وعم بيقول له: ليس يهودي ولا يوناني. عم بتشوفوا على الشاشة هي أول مقطع. هلا بنشوف يعني الجانب المقارن له بجهة ثانية. هو هون انه عم بيحكينا انه عدم التمييز والحث على المساواة والعدل. عدم التمييز، ما في تمييز، وبشجعنا لنكون عم نعمل مساواة وعدل. وعم بيقلنا انه جميع الناس، شو ما كان يهودي، شو ما كان يهودي يوناني، شو ما كان كردي، شو ما كان عربي، شو ما كان فرنسي، شو ما كان انجليزي، فكلنا جميعا واحد في المسيح على نفس المستوى. لأنه المسيح جمعنا تحت سقف، جمعنا بجسد الكنيسة. وعلى أي أساس؟ أساس أنه نحترم كرامة وحقوق بعضنا البعض. ولا تكونوا معي، شوفوا هاي المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبتنص أنه يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء. بروح الأخاء. شو بيحكينا بولس بنفس برسالة ثانية؟ بيقول: وأما المحبة الأخوية، المحبة الأخوية أيها الأخوة، فلا حاجة لي أنا، ما في داعي أنه أكتبها لكم، إيه؟ لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. نفس الشيء أو لا؟ هلا برأيكم إعلان العالم لحقوق الإنسان إمتى انكتب؟ إمتى تواجد؟ بعد الحرب العالمية الثانية بال 1948 لحتى نواجد هذا القانون. بس نحن هلا عم نحكي بال100 أولى بعد، بال100 سنة الأولى من بعد ميلاد يسوع. محل ما عم يحكي بولس عم بيقول لا يهودي ولا يوناني، عم بيقول لا عبد ولا لا حر، لا ذكر ولا أنثى، لا تفرقة. هذا القانون اجى وهو مبني، إعلان العالم لحقوق الإنسان اجى وهو مبني على الكتاب المقدس. هو مبني على الكتاب المقدس. وهلا بنشوف مع بعض كيف. وفي مصدر بيقول انه على الرغم من انه في احراز تقدم كبير على الصعيد الدولي بمجال حمايه الحقوق الفرديه والجماعيه ضد التمييز، ولكن في تقارير كثيره عم تورد من كثير دول بتفند انه في تقدم بالحمايه. يعني كمان في انتهاكات بحقوق الانسان، كمان في انتهاكات بحقوق الانسان. مثال بلدنا سوريا مثلا، لبنان هون، هلا بنحكي مثال لقدام. ففي كثير انتهاكات، وهي بتفند انه في حمايه كافيه لها الحقوق، في حمايه كافيه لحقوق، في حمايه كافيه لحقوقك كمراه. yeah. وهيدا التمييز هو موجود على مش بس على مستوى هيكل الدولة، يعني مؤسسات الدولة بالجيش مثلا، بدوائر التوظيف، الدوائر الحكومية، المؤسسات الرسمية، مدارس، لا حتى موجود
بيناتنا نحن على مستوى المجتمع المدني. نحن كل واحد منكم هلا بيفكر بحاله، كم مرة أنت عملت تمييز وقت اللي بتشوف واحد معاق؟ كم مرة أنت عملت تمييز وقت اللي بتشوف واحد مريض؟ مثال مريض بالإيدز، هذا مريض بالإيدز ما بتقرب منه، بيصير منبوذ المجتمع. بالوقت اللي المفروض انه نوقف حد، هذا معاق، الله عليم شو عامل، لا، الله خلقه ليتمجد فيه هيك. كم مرة نحن بنشوفهم هيك بلا ما نشوفهم من منظورنا البشري، بالوقت اللي لازم نشوفهم من منظورنا، من منظور المسيح اللي فينا، انه هن كمان مخلوقين على صورة الله كيف ما كانوا. ثاني شيء، ليس عبد ولا حر لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع، في يسوع المسيح. فيليمون كان حدا من المسيحيين المؤمنين البارزين في كولوسي، وبتتذكروا انه كان عنده عبد اسمه انسيموس. هذا انسيموس كان عبده لفيليمون، سرقه لفيليمون وهرب على روما، وبروما سمع عن بولس وقبل دعوة بولس وراح لعند بولس وآمن على ايدين بولس، وبولس كتب رسالة لفيليمون، وفيليمون عطاه لأنسيموس قال له بتوصلها لمعلمك فيليمون. وشو بيقول بالرسالة؟ بيقول يا فيليمون اقبل انسيموس كأخ لك عبد، لأنه شو صار في المسيح، اقبله كأخ لك عبد. هيك بيعلموا بولس، بيعلموا لفيليمون، بيقول له اقبله لانسيموس، عافي عنه، غلط سامحه. الله سامحنا على كتير خطايا نحن بنعملها، صح؟ فكم مرة نحن فينا نغفر لبعض يعني على أساس اللي الله غفرنا خطايانا. كم مرة أنا فيني أغفر لبرهان على ضوء غفران الله لألي، كم مرة هو فينه يغفر لي على ضوء غفران الله لأله. فبولس هيك بيحكي لأنسيموس، ومنشوف إنه القيم المسيحية اللي عم نحكي عنها إنه هي راحت أبعد من هيك، لأنه الإنسان مقدس وحقوقه بعين الاعتبار موجودة. فالمسيحية ألغت شيء اسمه الرق. تعرف شو يعني الرق؟ يعني بطل في عبيد، بطل في اتجار بالبشر، صار في الإنسان أخوه للإنسان الثاني في الحياة المسيحية الناضجة، وعلى أساس التعامل بالمثل على مستوى في المسيح. هون نقرأ بخروج 6:6 لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، من تحت أعباء وأثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتكم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة. شفتوا؟ من تحت العبودية، الله خلصنا من تحت العبودية، فدورنا نحن نقتدي بهالإله ومنشيل الآخر اللي هو تحت العبودية. وكمان يوحنا 15:15 بيقول لا أعود أسميكم عبيدا، بطل كلمة عبيد تنطلق عليك، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. هيدي مهمة، ما بيعرف. لكن سميتكم أحباء لأني علمتكم بكل ما سمعته من أبي. يسوع عم بيحكي للتلاميذ، ونحن هون كلنا تلاميذ، فما بتنطبق علينا كلمة عبد بالوقت اللي بتنطبق علينا كلمة يعني حبيب، ابن. شوفوا هون، هاي المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تطابق تقريبا مع هاي الآية. لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ما في، مثل ما قالوا بولس لفيليمون اقبلوا لأنسيموس كأخ مش كعبد. هون هلا بال 1948 وبعد، ويحظر استرقاق والتجارة الرقيق بكافة أوضاعها، بطل. هون عم نحكي بال100 سنة الأولى من بعد الميلاد، يسوع عم يحكي مع الشعب، بولس عم يحكي مع الشعب، ونحن من كذا سنة توصلنا لهذا الحكي. من كذا سنة توصلنا أنه بطل في عبيد، من كذا سنة توصلنا أنه لازم ما نتاجر ببعض، من كذا سنة توصلنا أنه لازم نحترم حقوق البعض. بالوقت اللي يسوع المسيح
19. وهلا ممكن واحد منكم بيفكر طب شو هلا عم نحكي في المسيح، في المسيح كل حدا بالمسيح عم يحترم الثاني في المسيح، بس شو يعني شو وجهة النظر بالنسبة للشخص اللي مش مؤمن؟ هو بنكبه لأنه هو مش بالمسيح، ما بنحترمه لأنه هو مش في المسيح؟ وهل يمكن أنه يطلع على إعلان العالم لحقوق الإنسان يعني أكرم من كلمة الله حتى تحترمه كلمة الله ما بتحترمه؟ هاي ديباجة يعني أول مقدمة بإعلان العالم لحقوق الإنسان بيقول الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. هذا منه أكرم من كلمة الله، هذا مش أكرم من الله، صح؟ لأنه الله شو عمل؟ الكرامة الإنسانية بحسب منظور الله اللي حكى عنها الإعلان، إذا هي أساس لإقامة العدل والسلم في العالم، وكمان كضامن لحماية الحقوق الفردية والجماعية بأبهى صورها، تظهر من خلال قيم الكتاب المقدس من خلال شغلتين فينا نقول. أول شغلة أنه كل إنسان هو مخلوق على صورة الله. الله خلق كل إنسان على صورته، حتى المش مؤمن. أنا قبل ما أؤمن أنا مخلوق على صورة الله، ونفس الشيء بالنسبة لكم. فكل واحد منا مخلوق على صورة الله، قد ما كان خاطئ ففيه جزء من صورة الله، قد ما كان خاطئ. وهيك بيقولنا تكوين 1:27 فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. ثاني شيء المكانة السامية اللي أعطاها الله لهالإنسان، اللي بيقول عنها المزمور أدنى بقليل من مكانة الملائكة. مزمور 8 من 4-6 بيقول فمن هو الإنسان حتى تذكره؟ مين هو الإنسان يا الله لحتى تتذكره؟ ومين هو ابن آدم حتى تفتقده، يعني إنه تشتاق له وتدور عليه. وبيقول مين هو هالإنسان لتنقصه قليلا عن الملائكة؟ الله حتى هيك تحت الملائكة بشوي. وبمجد وبهاء تكلله، الله مكللك بالمجد والبهاء. هذا الشيء ولا هذا الشيء؟ أكيد كلمة الله. وتسلطه على أعمال يديك. شو قال له الله لآدم وقت اللي خلق؟ قال له حطيتك بالجنة، تم فيها وعمل فيها واحفظها. الله سلط، الله حطه للإنسان وكيل على الأرض، مش حطه عبد، حطه وكيل. وكيل وكيل على الأرض، حطه ابن على الأرض. وجعلت كل شيء تحت قدمي، كل شيء تحت قدميك. هذا الكلام ولا هون؟ أول شيء أنت مخلوق على صورة الله، مش مهم إذا ذكر أو أنثى. ثاني شيء مقامك أدنى بقليل من مقام الملائكة، كل شيء تحت قدميك. هيك بيخبرنا كلمة الله. فبطل في محل هذا الكلام إلا بالنسبة لأشخاص ما بيؤمنوا بالكتاب المقدس. ثالث شيء، وهون لا ذكر ولا أنثى لأنكم جميعا واحد في يسوع المسيح. هون ميثاق اللي انحط، الأمم المتحدة عندها ميثاق. أوكي، بيقول إنماء التعاون الدولي في ميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في جنس ذكر وأنثى أو اللغة أو الدين، ولا التفريق بين الرجال والنساء. هيك بيخبرنا ميثاق الأمم المتحدة. يا هل ترى هذا أكرم من كلمة الله؟ أكرم من الله؟ هذا بيهتم فينا أكثر من الله؟ أكيد لا. الله بيهتم فينا أكثر وقت اللي بيقول بولس لا ذكر ولا أنثى، لا ذكر ولا أنثى. نرجع بقولكم هذا الكلام الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كله إجا بعد الحرب العالمية الثانية اللي بتتذكروها كلها، يعني إمتى صارت. بينما عم نحكي بكلمة الله اللي هي
من 2000 سنة من 2000 سنة من 2000 سنة من 2000 سنة. وطبعا نحن عم نحكي إذا بنرجع للعهد القديم كمان في كتير أمور الله يعني أعطاها للإنسان واهتم من خلالها بالإنسان. كيف تتذكروا حادثة خروج الله طلع الشعب من دون شروط من مصر من تحت العبودية. بعد ما طلعهم قال لهم خذوا هذا الناموس وطبقوه. وتطبيق الشعب للناموس مش هو شيء إلا هو رد جميل لله على تعامل الله اللطيف مع الشعب. الله ما أعطاهم الناموس ما قال لهم خذوا الناموس وانتم بمصر اذا طبقتوه كان 100% انا بطلعكم، اذا لا انا ما اطلعكم. لا، الله طلع الشعب من مصر من تحت العبوديه وخلصهم، حطهم برا، قال لهم خذوا الناموس. فتطبيق الناس للناموس الشعب اليهودي وقتها كان هو رد جميل لتعامل الله المحب مع الشعب. فالله اكرم من انه بيجي كم شخص بيكتبوا اعلان عالمي لحقوق الانسان وبيصيروا بينادوا فيه بالوقت اللي الله اهتم بكل حدا منا. في مؤتمر صار بال 586 للميلاد يعني. اوكي، صار بفرنسا، والمؤتمر صار ذكر وليس ذكر ولا انثى. اوكي، والمؤتمر صار حول موضوع المرأة، يعني بدهم يشوفوا من هي المرأة، شو هي المرأة، تحت سؤال واحد: هل تعد المرأة إنسانا أم لا؟ تصور اجتمعوا مع بعض. ايه لا. اجتمعوا مع بعض مؤتمر طويل عريض تحت سؤال واحد: هل تعد المرأة إنسانا؟ كيف؟ لكن الله خلقها على صورته. وشوفوا شو حكوا. فالجواب كان انه خلقت لخدمة الرجل. يا وكمان يحق للاب او الكبير بالعائله بيزوجها امتى ما كان وكيف ما كان لمين ما كان. وكمان بحق للرجل سواء كان رجل هو زوجة او حدا ولي امره انه يبيعها. عم نحكي 500 سنه من بعد ميلاد المسيح. بالوقت اللي هذا الكلام ليس ذكر ولا انثى بولس عم بيحكي للغلاطيين بال100 سنه الاولى من بعد الميلاد. وهذا الحكي هذا المؤتمر صار بعد 500 سنه من ميلاد. شوف الفرق، شوف قد ايه نحن لورا من فكر الله. شوف قد ايه نحن ورا من فكر الله. شوف كيف نطلع على بعض بعيد عن فكر الله. شوف كيف نطلع على بعض بعيد عن فكر يسوع وقت اللي بيقول انه كل واحد منكم مخلوق على صورة الله. كل واحد منكم عنده هالمقام اللي هو أدنى بقليل من مقام الملائكة. وكمان يعني في كتير أنا كمان كشخص يعني بقرأ عن الثورة الفرنسية، يعني الثورة الصناعية اللي قدمت بالبشرية لقدام كتير. بس شو عطت للمرأة؟ ولا شيء، لأنه خلصت كل شيء باستثناء المرأة. الثورة الفرنسية صارت وما شملت المرأة، يعني ما خلصت المرأة مثل ما خلصت الرجل، ما خلصت العمالة مثل ما خلصت المرأة. يعني ما كانت المرأة بفكرهم وقت اللي عملوا هالثورة. عرفتوا كيف؟ وقت خلونا نفكر هلا الثورة السورية مثلا اللي بيعتبرها ثورة صارت ونقول انه المرأة ما فيها شيء، ما خصها المرأة بالثورة. بيجي بيلموا بيحطوا الرجل، بيهتموا بالرجل بيهتموا بالرجل بيهتموا بالرجل، بيحطوا المرأة على جنب. هذا شيء أكيد مخالف لفكر الله ومن منظور الله للإنسان. وشوفوا هذا الشيء شبيه لليهود. الصلاة اليهودي شو كانت؟ مبارك أنت أيها الرب، هيك اليهودي كان يصلي. ملك الكون أنك لم تخلقني مرأة. اليهودي كان بيصلي هيك. لهلا بيقولوا في بعض اليهود بيصلوا، بعض اليهود المتعصبين من الطبقة الدينية بيقولوا مبارك أنت أيها الرب ملك الكون أنك لم تخلقني مرأة. لك شبه المرأة، شبه المرأة. أوكي. هاي الصلاة لا زالت تصلى إلى الآن من قبل بعض اليهود المتعصبين. خلونا نفكر بالمسيح. كيف تعامل المسيح مع المرأة؟ قبلهم علمهم، صاروا التلاميذ. مريم ومرثا تذكروها، يسوع كان يعلمهم
المرأة السامرية يسوع أخذ وأعطى معها، مع أنه هي بحسب معتقداتها مش المفروض تحكي مع حدا يهودي اللي هو المسيح. المسيح تنازل، أكيد حكى معها لأنه يسوع جاي من أجله، مش بغض النظر إذا كانت خاطية ولا لا، بس يسوع جاي من أجله. فالمسيح قبل المرأة، اهتم فيها، أعطاها القيمة الإنسانية اللي هي مخلوقة على صورة الله. يعني وتعليم يسوع هي بحد ذاتها ثورة في حد ذاتها في مجتمع يهودي اللي بينظر بعين استخفاف واحتقار للمرأة. يسوع اهتم فيك يا مرأة، ما قال لك انه شهادتك تعادل شهادة مرأتين تعادل شهادة رجل. ما قال المرأة نص عقل، ما قالت المرأة نص دين، ما قالت المرأة. يعني يسوع اهتم بالمرأة لأبعد الحدود مثل ما اهتم بالرجل. فإذا هذا الحكي صار من زمان، يسوع غير كل هالحكي. ومن خلال هاي الآيات يا أحبة بنشوف أنه يسوع رفع من خلال تعاليمه وقيمه الإنسان، وعطاه الموقع البناء، المرتبة السامية من الكرامة والدرجة الأرفع من الأخلاق والفضيلة. أوكي، وعم نحكي من كذا سنة من بعد الميلاد، وهيدي الكلمة الحية اللي بتحكينا. بغض النظر إذا أنت مرأة ولا رجل، بغض النظر أنت كيف بتشوف حالك، كون واثق أنه الله اهتم فيك لأبعد الحدود وبأدق التفاصيل. الله اهتم فيك لأبعد الحدود وبأدق التفاصيل، بس لأنه أنت مخلوق على صورة الله. ويسوع اجى وانصلب مش مشاني بس، مش بس مشان المؤمن، لأنه اجى مشان الكل. نؤمن بهذا الشيء. جميل اللي سمعتوه، حلو. شو الغريب اللي تعلمتوه؟ شو اللي مش عجبكم؟ أنا من الأشخاص الله فوق العنصرية، الله فوق التمييز. شو رأيكم وقت بتقولوا إنه الله لغة معينة، الله عنده لغة معينة، إذا ما تعلمتها ما فيك تكون بحضن الله، إذا ما تعلمتها ما فيك تكون بالجنة. وقت ما نشوف الله عنصري، بيحب يكون هو المحور بس. بالوقت الله هو إله منفتح قابل لأنه يتجسد، وتجسد مثل ما بيقول فيليبي 2، بولس كمان بيحكي لفيليبيين، الله تجسد وأخذ صورة عبد وصار للموت لحد الصليب، لحتى يقول لك إنه أنا بحبك وبحبك. أمين. نصلي مع بعض. وهلا نحن عم نصلي مع بعض، ما تفكر مين حدك ومين قدامك، وبتمنى هيك تغمض عيونك. مش كعادة، نحن ما عنا تدين، عنا إيمان، علاقة مستمرة متجددة مع الله. فيك تسكر عيونك، غمض عيونك لحتى تكون هيك عم تتخيل الإله قدامك. مش تخيل، تأكد أنه الله موجود معك، لأنه بيقول كلما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في الوسط. هذا إيماننا، الله في الوسط، الله في الوسط. ما تفكر أنه أنت شخص ما بتشوف حالك منيح. مرات بتفكر أنه أنت عندك مشاكل معينة، مرات بتفكر أنه أنت أقل قيمة، مرات بتفكر أنه الثاني متقدمك بأشواط فهو أحب على قلب الله. ما تفكر أنه قيمتك لتكون شبيه بشخص تاني. فكر بأنه قيمتك هي أنك على صورة الله، أنك على صورة الله. فكر أنه الله عطاك كامل حقوق، بيهتم فيك لأبعد الحدود بأدق التفاصيل. الله بيحبك. تذكر الصليب.
يسوع ما أجا بس عمل الخلاص، لحتى هو وصل للخلاص عمل كتير أشياء، صلح بالمجتمع، صلح بالأشخاص، عطى كتير مبادئ وتعاليم، منها أنه كل حدا عنده حقوقه، عنده كرامته، كل حدا منه هو بالفعل صورة عن هذا الإله. فيك تاخذ هيك دقيقة بينك وبين ربك تشكره أنه أنت فريد. قل له يا رب شكرا لأنه أنت خلقتني فريد، خلقتني مثل ما خلقتني، شو ما كان اسمك، شو ما كان جنسك، شو ما كان لغتك، شو ما كان خلفيتك، اشكره أنه الله قبلك. ممكن هون تحس أنه الله فوق أي قانون نحن بنحطه، فوق أي مبدأ نحن بنحطه. كلمة الله حي، اشكروا على هالكلمة اللي انحطت من فكر الله، من لدن الله، لحتى تعطينا قيمتنا في المسيح يسوع. يا رب إلهي ومخلصي يسوع المسيح، بشكرك من قلبي يا رب، بشكرك من قلبي لوجودك بحياتنا باستمرار يا رب. نشكرك لأنك أنت ممسك بيميننا يا رب. نشكرك لأجل هالكلمة الحية اللي بتفوق كل المواثيق والوثائق والمعاهدات وكتير أمور بيحطوها البشر. نشكرك لأنه كلمتك حية يا رب، تعطينا حقوقنا يا رب، تعطينا امتيازات بالوقت اللي نحن عنا مسؤول.